في مصر راجل ولا كل الرجالة، بطل خارق مشي على الحيط وأنقذ عيلة كاملة من حريق كانوا هيروحوا فيه. ده مش فيلم، وهو مش من كوكب تاني، ولا حتى اتعمل عليه تجارب في مختبر. هو مين؟ حكايته ايه؟ ولا وقف يتفرج، قرر انه يعمل حاجة وبسرعة. انا طلعت اول حاجه على السلم. طلعنا عند باب الشقه يعني بيطلع نار حوالي بتاع 2-3 متر. يعني قبل ما اطلع على الدرج كده اوصل للباب، الباب مولع وبينزل نار علينا. النار شدت، ومن غير ما يحس بنفسه طلع جهاد على ماسورة الغاز وعلى الشبابيك لحد ما وصل لبلكونة الشقة اللي بتتحرق. لقى قدامه، راح منزلها ورجع تاني. عايز اتبطل النهارده شاب لقى حريقه في الدور الثاني. بصفة الأبطال، وهذا أحد سبايدر مان. في حي قديم في القاهرة لقينا جهاد يوسف. جهاد عنده 25 سنة وبيشتغل نجار. في يوم سمع ناس بتصوت، جري يشوف في ايه، لقى حريقة وناس بتستنجد. دي اللي انا نزلتها دي البنت دي كانت خايفه جدا تنزل، ودي كانت هتقع مني مرتين. بس جهاد كان بيمسكها كل مرة لحد ما نزلها بأمان، وبعدين رجع لأخوها لقى حالته صعبة ونفسه تعبان. كان الولد الصغير كان ملامح وشه عباره عن لونها حمراء دم وبياخد نفسه بالعافيه. دون فعلا اللي انا يعني ده اللي خضني وخوفني. القصة دي اجتاحت مواقع التواصل، وجهاد بقى بطل مش بس في الحي بتاعه ولا في القاهرة بس، لا في مصر كلها، واتعرف باسم سبايدر مان لأنه ضحى بنفسه عشان ينقذ غيره. يعني ما كنتش واعي اصلا يعتبر، انا كان كل تركيزي ان انا الاشخاص اللي فوق دي تنزل. وعشان كده ولانه راجل شهم وشجاع، قرر رئيس الحي ومحافظ القاهرة تكريمه على موقفه النبيل. اللي بيشوف الفيديو مش هيصدق ازاي الشاب جري يساعد ناس وهو ما يعرفهمش، لا قرايبه ولا اهله ولا اصحابه. انسانيته هي اللي خلته يتحرك بسرعة ويتصرف بحكمة. جهاد اثبت لنا ان الدنيا لسه بخير، وان الجدعان موجودين في كل حتة.